عايشة في قصر خرافي وبتلف العالم كله، وجوازهم ابتدى بمشكلة. دي نبذة عن قصة عفاف مضيفة الطيران المصرية وجوزها السعودي الطيار سعود، رحلة ستاند باي بالصدفة سبب تعارفهم، وفيديوهاتهم على تيك توك بيشوفها ملايين. ازاي عرفته وليه والدها كان رافض الجواز؟ ويا ترى اتجوزوا على الطريقة المصرية ولا السعودية؟ تعالوا نشوف قصتهم ايه. نصيبها ما كانش ماشي على الأرض زي باقي الناس، نصيبها كان مستنيها فوق بين السماء والأرض على ارتفاع آلاف الأقدام. عفاف مضيفة الطيران المصرية ما كانتش تعرف إن رحلة ستاند باي هتغير حياتها بالكامل، رحلة ما كانتش ضمن طقمها الأساسي وطلعتها بالصدفة، ونفس الصدفة خلت الطيار سعود يكون هو كمان مش القائد الأساسي، لكن يطلع يقود الطيارة في اللحظة دي تحديدا. ده بالظبط اللي حصل مع عفاف مضيفة الطيران المصرية وقصة جوازها من الطيار السعودي اللي اسمه سعود، بعد حكاية عجيبة ممكن تتعمل سيناريو لفيلم. ومع ان ابوها في البداية كان رافض جوازها من الطيار السعودي عشان هتسافر وتعيش معاه في المملكة العربية السعودية، ولكنه كان سبب رئيسي من غير ما يقصد في الجوازة دي. والد عفاف قرأ إعلان إن شركة الخطوط الجوية السعودية طلبت مضيفات علشان يشتغلوا في الشركة ويطلعوا على رحلاتها اللي بتلف العالم كله، وبالفعل راحت عفاف الشركة وربنا وفقها واشتغلت مضيفة طيران. وفي سنة 2014 كانت عفاف ستاند باي على رحلة طيران للخطوط الجوية السعودية، وكانت رايحة بيروت، وطلعت الرحلة دي بالصدفة لأنها ما كانتش من طقم المضيفات الرئيسي. وده برضو كان نفس الحال للطيار سعود اللي كان ستاند باي وما كانش الطيار الأساسي، وطلع كقائد للطيارة في نفس الرحلة دي بالصدفة. وخلال الرحلة حصلت مشكلة مع عفاف في الطيارة، ودخل الطيار سعود بنفسه عشان يحل المشكلة، واتحلت فعلا. وقالت عفاف إنه كان ساعتها سوبر هيرو، وكانوا أول مرة يشوفوا بعض، وما كانتش مفكرة نهائي إنه هيتقدم ليها للجواز. وبالفعل طلب سعود ايد عفاف وراح لأبوها اللي كان رافض ومتردد عشان بنته هتروح تعيش في السعودية بعيد عنه، ولكن في النهاية وافق وطلب منه ذهب ومهر ويشوف هيجيب عفش ايه وهم هيجيبوا ايه زي عادات وتقاليد الجواز في مصر. لكن في البداية سعود ما كانش فاهم العادات دي لحد ما بلغ والد عفاف انه هيتجوز على عادات وتقاليد السعودية، يعني هيجيب لها ذهب وهيدفع مهر ومش عايز حاجة من العروسة واهلها لانه عنده قصر جاهز من كل حاجة في مدينة جدة في السعودية. وبعد مناقشات استقروا انهم يعملوا فرح في مصر، وده كان سنة 2016. وجي سعود وكان معاه شوية من أهله وأصدقائه وحضر الفرح، وكان لابس اللبس السعودي وهو الجلابية والعقال، ولكن بعد شوية في الفرح غير لبسه ولبس البدلة البيضة زي العرسان المصريين، وبعد كده خدها وطلع على جدة عشان يعيشوا في القصر بتاعه هناك. وكمان نشرت عفاف على حسابها على تيك توك صورة ليها هي وسعود من قدام برج إيفل في فرنسا، وكانوا لابسين فستان وبدلة، يعني عملوا فرح تاني ليهم في باريس. ودلوقتي هما معاهم 3 عيال، بنتين اسمهم نادين ونيلي وولد صغير اسمه سند، والبنتين بيلعبوا رياضة الفروسية. ودايما عفاف بتنشر فيديوهات بيشوفها ملايين مع ولادها وجوزها على حسابها في تيك توك، واللي عندها فيه متابعين ومعجبين وصلوا مئات الآلاف. وكمان بتنشر ديكورات القصر اللي عايشة فيه، وبتصور جوزها وهو قاعد في البيت مش في شغله وبيلعب مع الولاد من غير ما ياخد باله، وتشاركها مع المتابعين. وبرضه بتعمل زينة رمضان على الطريقة المصرية في بيتها، وبتشغل أغاني رمضان المصرية، وبتصور ده في فيديوهات وتشاركها مع متابعينها، وبترد في أوقات كتير باللهجة السعودي على أسئلة المتابعين. وبحكم شغله كطيار بيغيب سعود عن البيت في أوقات كتير، ولكن لما بيرجع بيقضي وقته كله مع زوجته وأولاده في البيت.